لو عندك كوباية مية وشوية تين، تعالوا النهاردة نعمل أحلى نوع من مربى التين. بجد جميلة جدا وطعمها حكاية، مش هتختلف عن الجاهزة بأي شيء. وكمان النهاردة هنزودها بطعم رهيب جدا، هيظبط معانا الطعم. والطريقة بتاعتنا جميلة جدا وسهلة وما فيهاش أي صعوبة. أهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ معاكم الفيديو النهاردة. بس أهم حاجة لو حضرتك جديدة معايا في القناة، اوعي تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بقدمه. النهارده معايا 2 كيلو من التين، بتنقيهم كويس جدا وتغسليهم وتسيبوهم يتصفوا. وبعد كده هقولك تعملي ايه. هتقطعي التين، بس اهم حاجه انتوا بتقطعي التين تخلي بالك ممكن يكون فيه حشرات ولا حاجه في التين، ممكن ترميها. فاحسن وافضل ان انت تنقي التين اللي هو تكون ناشفه شويه، ما تكونش مستويه زي ما انتوا شايفين. وزي انا يعني انا وضحت لكم ان انا قطعتها وشفت الحاجات لو في حشرات في الطينه ولا حاجه. فالحمد لله ما طلعتش غير 2 بس ورميتهم. طبعا هنا معايا كوبايه من الميه، وعليهم نص كيلو من السكر، وعصير ليمون. ممكن ما عندكيش ليمون ممكن تحطي ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، بس طبعا الحاجه الطبيعيه احسن واحلى بكتير. انا عن نفسي بحب كل حاجه تكون طبيعيه. طبعا انا شلت البذر، انا بوريكم ان انا شلت البذر بتاع الليمون عشان ما يمررش معايا الوصفه. وبعد كده سبتهم يغلوا، وبعد كده هضيف معلقتين من عسل الجلوكوز زي ما انتوا شايفين كده. حطيت معلقتين بالظبط وقلبتهم. اول ما يبدا يغلي معايا العسل الجلوكوز مع الميه والسكر، ببدا ان انا اضيف التين بتاعي بعد ما قطعته واقلبهم كويس جدا، واسيبهم بالظبط 20 دقيقه، طبعا على درجه نار متوسطه ما تكونش هاديه. زي ما انتوا شايفين كده انا بقلبهم كويس جدا، بس كل فتره ببدا ان انا افتح عليها الغطا واقلب عليها عشان كل يستوي معايا، يعني كل التين يستوي معايا. افضل من انت تحطي السكر وتستني عليها تاني يوم عشان تعمليها. فالوصفه دي سريعه وسهله ومش بتاخد معانا وقت، بجد 25 دقيقه بتكون حضرت الوصفه. هنا بقى بعد 20 دقيقه كشفت عليها الغطا، يعني فتحت الغطا من على الحله وبديت حسيت ان خلاص التين استوى معايا. بعد 20 دقيقة هبدأ ان انا اهرس التين. عايزاها تبقى مهروسة جدا، يا ما يعتبر كده معجون المربى براحتك. عايزاها تبقى قطع معاكي، دي بترجع على حسب الرغبة. بس برضه ما بيكون فيها قطع من التين، انا اسفة، بتكون اطعم واحسن. زي ما انتوا شايفين انا بعد ما هرستها ما هرستهاش خليتها معجون مربى، لا خليتها برضه فيها قطع تين، بيبقى جميلة جدا طعمها. بتسيبها تبرد وبعد كده تضيفيها في الوعاء بتاع اللي انت هتحفظي فيه المربى. بس بعد ما تخلصي من هرس التين هتضيفي معلقتين من عسل الجلوكوز زي ما زي ما انتوا كده شايفينها. ولو كان عندكم اللي هو القرفة الخشب ممكن تضيفوها بعد، يعني اول ما تضيفوا الطين على المية والسكر، عشان برضو تديكوا طعم جميل جدا، بتفرق معاكم برضو في الطعم. فطبعا هنا الوصفة دي زي كأني جايبة مربى جاهزة، مش يعني محدش هيعرف، يعني حد ادائها مش هيختلف عليها، هتبقى زي الجاهزة بالظبط. جابت لي الكمية دي من 2 كيلو تين، يعني كمية كبيرة جدا، وهتكفيكي لو عندك أولاد في المدرسة أو أبو الولاد بتعملي له سندوتشات وهو رايح الشغل. فطبعا هتوفر معاكي جدا. لو عندك برضو عشاء خفيف فطار خفيف هتحطي معاهم طبق مربى التين جميلة جدا. وممكن برضو تحتفظيها في الفريزر عندك في أكياس بتاعة التلاجة أو برطمانات بلاستيك، وممكن تقعد معاكي لسنة لسنة عشان انت حاطة طبعا مادة حافظة اللي هو الليمون طبعا والعسل الجلوكوز. وبألف هنا والشفا، صراحة الطريقة جميلة جدا واتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا معايا جرس التشغيل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بقدمه.